القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة. هاي الطيارة يا جماعة، هاي الطيارة، يا رب خير، يا رب يا رب خير لهالشعب يا رب. مساعدات على غزة الآن مباشر. إنزال جوي للمساعدات وإنشاء لمخيمات إيواء داخل القطاع، تدريبات واجتماعات مع قادة الجيش، تحركات مصرية الهدف منها تثبيت وجود الفلسطينيين في أرضهم وإرسال رسالة واضحة أن مصر تحشد حلفائها لمنع مخطط ترحيلهم. في بيان مقتضب أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنها نفذت عمليات إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق القطاع بالتعاون مع الإمارات والأردن وقطر وفرنسا. الهدف من العملية كان إيصال المساعدات بشكل مباشر للسكان من خلال إسقاطها على ساحل القطاع، وتطلب تحليق الطائرات على ارتفاعات منخفضة للقيام بمهمتها. هذا النوع من الإنزالات صعب لأنه يتضمن إيصال مساعدات لمنطقة اشتباكات تستمر فيها الاشتباكات والمعارك وعمليات القصف. وبينما كانت الطائرات العسكرية تقوم بتلك المهمة، كان الرئيس المصري يجتمع مع قادة الجيش في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. العملية حملت دلالات هامة، فقد قامت بها عدة دول في مقدمتها حلفاء مصر الأقرب في المنطقة، الإمارات والأردن، إضافة لقطر وفرنسا، ما يعني أن مصر تحشد لتغيير الأمر الواقع الذي يفرض على القطاع، سواء بمحاولات إغلاقه وعزله أو إخراج السكان منها. ففي ذات التحرك أنشأت مصر معسكرات إيواء للنازحين داخل القطاع بإعاشة كاملة لتخفيف المعاناة عنهم، وهي بصدد إنشاء مستشفى ميداني أيضا في رفح الفلسطينية، وهو ما قامت به الإمارات بالفعل في وقت سابق بإنشاء مستشفى ميداني متكامل داخل القطاع. واكبت تلك التحركات مناورة عسكرية كبرى بين الجيش المصري ونظيره الباكستاني حملت اسم رعد واحد. اللافت أن التدريبات جرت بمشاركة قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، ما يؤكد أنها تدريبات على العمليات البرية أكثر من أي شيء آخر. وباكستان تشارك مصر موقفها مما يجري داخل القطاع. وهناك أيضا إيران التي التقى وزير خارجيتها مع نظيره وزير الخارجية المصري في جنيف في لقاء يحمل توقيته دلالات هامة أيضا. تحركات مصرية سياسية وعسكرية وإغاثية ترسل رسائل واضحة من القاهرة إلى تل أبيب أن ما تفكر فيه إسرائيل لن يحدث. دايما بنتكلم بهدوء وبتعقل، بس ما حدش يتصور ابدا ان ده معناه ضعف او تهاون. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة الى مصر، ده خط احمر بالنسبة لنا.